إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. ايه رأيك يا مريم دي؟ كده كفاية ولا نزود حاجة تاني؟ لا جميل جو ما شاء الله، بس ناقص لسه يا بنت الفايش، وكمان ناقص البسكوت والباتيفور. طب انا عجنتهم في ايدي اهو، هما دول هيعملوا التلاتة. قولي لك دي يعني بعد دول كلهم ناقص حاجة تانية؟ اصل انا دماغي والله العظيم تعبت من كتر اللي احنا عمالين نعمله من الصبح. من حقها يا حبيبتي تتعب، ما هي من امبارح شغاله ما شاء الله، بس ما شاء الله عملت تسويقه يا بنتي يا بنتي يا ام هنيه تشرف والله. يعني انا لوحدي يا مريم؟ ما انت معاي وتعبتك والله من الصبح. عقبال ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله نفرح كده بسعاد ونتعب له. الله يخليك، عقبال ما يفرحك بهنيك دي وتشوفها كمان في بيت عداله. والله يا مريم ده حلمي والله، هم تقيل جو على القلب، نفسي يخلص. ليه يا حبيبتك دي مش قايله نفسك؟ هو انت كل يوم هتجوزي بنت ولا ايه؟ بس يا مريم والله على قد ما هي فرحه يا حبيبتي على قد ما هي مسؤوليه طبعا. دي يا حبيبتي بقى اخر المسؤوليه، يعني العيل من ساعه ما بيتولد لحد ما بيكبر كل دي مسؤوليه، دي بقى اخيرا بقى هتسلميها البيت عدالها وتخلصي منها. عقبال اللي في بالي يا رب يا رب، عقبال اللي في بالي يا اختي. في القريب العاجل ان شاء الله ده عرس موجود. عرس دي يا ام هنيه؟ ما انا قلت لك الواد مهند كويس والنبي كويس والله، ده الواد ما شاء الله عليه في جامعة ما شاء الله، وكمان عندهم دار كاملة، وكمان ابوه معاه فلوس قد كدي، وهو الوارث الكبير لابوه، يعني هو اللي هيمسك الشغل كله. وانت عارفة ان جوز ناهد مبسوط وعنده محل دهب قد كدي. ايوه والله الجواز هتبقى حلو، بس بقولك ايه، انا خايفة بصراحة من حماتك وكمان من صفيه. يعني هيعملوا لك ايه يعني انت ولا بيتك؟ ما انت لسانك يا اختي 3 اشبار، لو انا يا اختي عندي 3 فهم عندهم 13. ايه ده يا جماعه؟ هو انت لسه مخلصتوش؟ ده احنا خلصنا الدار كليتها. ايه يا عروس مستعجله على ايه يا بيه؟ مستعجله يا اختي على الخيبه وعلى النيبه، وقال حماتها فاكره ان هي اللي هتعمل التسويه كليتها، وهي ما ادتش حتى ايديها في العسل. هو انا جيت عليك ياما؟ ما انت عارفه ان انا ما بعرفش اعمل حاجه لوحدي. لا يا هنيه، ما انت لازم تتعلمي يا حبيبتي، هو انت هتفضلي كده؟ انت حماتك كانت تعلقك من رجليك. قولي لها يا ماري مش راضيه تسمع مني والله، قلت لها كتير. انا لما اتجوز بقى هبقى اتعلم، او قبل ما اتجوز كده بشويه. بس قولولي انتوا خلصتوا ولا ايه؟ الريحه حلوه قوي، ده الريحه واصله لاخر البلد، هي اللي جابتني على هنيه. انا قعدت اشمشم لحد ما لقيت رجلي جايبان على هنيه. لا يعني يا بيه ريحتها حلوه قوي دي لدرجه ان انت يا اختي قاعده تشمشمي والله حلوه وحلوه قوي كمان. وبقول لك ايه المناظر كمان حلوه قوي. تعالي يا اختي الشمليلي واعجني معانا شويه. لا يما مش عايزه اوسخ ايدي، عشان لو جم بعد شويه ولا حاجه ابقى نظيفه دي. يا اختي هم دول البنات بتاعت اليومين دول ما لهمش ولا في الخبيز ولا في العجين. بس لحد امتى يا ماري؟ ده احنا جايين لحماتها اللي هتعمل التسويه كليتي. خليهم بقى يبقوا يكتشفوا، يبقى يرجعوها بعدين. يرجعوني ايه؟ والنبي لو رماني من الباب لا اخش له من الشباك، هو بيهزر ولا ايه؟ فحد يمشي من الدار دي ويرجع لها تاني؟ يا لهوي يا ام هنيه، هو انتوا عاملين في البت ايه دي؟ لا بصراحه امي وابوي مش عملوا حياه فيه، هي ستي وعماتي هما اللي خربين علينا عيشتنا، بس انا بقى اسيبهم وامشي. والله يعينك يما عليهم. الله يعيني ويجرني على لسانك انت الاول اللي عايز تحشوا. أنا يما يرضيك يعني؟ ده أنا عروسة يا أختي، ولا عندنا ولا عروسة ولا جاموس لسه يا أختي. اهدي. مين العروسة يا جماعة؟ ما تقولولي. أنت يا أختي اللي ست العرايس. تعالي يا بنتي يا سعاد عجني معانا. يا أختي ما تشغل سعاد، أما انسخ من ستة لسيدي. إيه هي كمان ما بتعرفش؟ والنبي إحنا مربيين حبة خياب.
والنبي على ايامنا يا بيه كانت امي بتاخدني من شعرك دي وتقعدني قدام الفرن. ايوه يا اختي جيام والله. هي عشان ما تقوليش ان انا خايبه لوحدي. لا يا اختي مش هنقول بعدك دي، انتوا الاتنين خايبين، انا وخالتك اللي هنقول. واحنا نقول ليه يا اختي؟ حماتها بكره هي اللي تقول وتسمعها عليها البلد كليتها. طب تعالي يا بنتي تعلمي لك حاجه، يعني هتتجوزك دي مش هتكون عارفه اي حاجه. ما واقفه اهو بتعلم يا خالتي. كملوا خلينا احنا نشيص مع بعضين. وجالها العريس جالها ويا ماما جالها وبركولي خوالها جالها العريس شفت البنت اتهبلت ازاي عماله ترقص على حالها. كنت مخبيها فين ده كله يا بنتي يا هنيه؟ ما ترقصي معايا يا بنتي يا سعاد. لا يا ماما انت عارفه انا ماليش في الحاجات دي، ده خايبه دي يا خالتي، سيبيها مش عارفه في اي حاجه، خلونا نرقص يا جماعه. سقفولي وهيس عند العروس هيس وعند العريس هيس. خلاص يا بنت خولتنا يا بيه. امال الفرح كانت هتعملي ايه؟ مش هبطل رقص والله يا خالتي، مش هبطل رقص، هفضل ارقص للصبح. وهيس عند العروس هيس كسكس بلوز هيس وعند العريس هيس ولمي هيس للخلو والعمي هيس وهيس. ما تسقف يا جماعه. لا يا ام هنيه اتهبلت خالص، دي طقت منها على الاخر. سيبيها يا ستي تفرح لها شوي. افرحي يا بنت ورقوسي. ويا منجد على المرتبة عروستنا حلوة مجدبة هيس. وانت كمان يا ام هنيه. لا ده انا شكلي هقوم ارقص بقى مع البت هنيه. يلا يا خالتي يلا قومي ادي يلا. يلا يا بنت اقعدي يا بنت يا مايس، خلينا نكمل الاكل. لا كملوا انت، انا هطلع ارقص بره انا وبنت سعاد. لا اوعي الدار فيها رجاله يا بيه، اوعي. رجاله ايام رجاله اللي في دارنا دي يا بنت الواد مهند وكمان علاء، وما ينفعش تقعدي ترقصي دي في الدار، عيب. بحب صحيح اطمني على عمتك، شوفها دي بقت كويسه ولا لسه؟ ليه مالها عمتي يام؟ وقعت امبارح وغمى عليه وطلعت حبل. روحي يا بنت باركيلها وقعدي معاها شوي. ماشي هروح، يلا عن اذنكم. وانا كمان ياما هروح اطمن عليه. روحي بس خليكي دي يعني قاعده على جنبك دي ومؤدبه. ماشي ياما عن اذن. ربنا يا رب يتمم على خير يا رب، والبنت تعجب الواد والواد يعجب البيت. يا اختي احنا نتعزم على بعض، المهم ان هم يعجبوا بعض. ادعي قولي يا رب بيسهل لك كل عاصي يا سعاد يا بنت بطني. اللهم امين يا رب. يلا يا ماري مدي ايدك معايا خلينا نخلص. ماشي يا اختي اهو، يلا كملي. شفتي يما ما شاء الله النهارده وشها منور ازاي؟ ايوه يا بيه، ما جمال قالها خلاص وصليح وخلاص، اللي كان مزعلها بقى راح. الحمد لله يا الحمد لله. ده انا كنت والله تعبانه قوي. اهم حاجه تحافظي على اللي في بطنك بقى وتاكلي كويس. ايوه لازم تتجودي كتير عشان اللي في بطنك حرام عليك، والنبي تتحاسبي عليه حرام عليكي والله يا نات. ده انت الكام يوم اللي فاتوا دول تعبتي خالص. ان شاء الله اهتم وباكلي كمان، وكمان عايزه اروح اكشف يام عشان اخد حبه كالسيوم دي وحبه حاجات عشان تثبيته. يا اختنا زمان ولا كنا بنروح لدكاتره ولا كنا بنكشف ولا اي حاجه، حتى لما كنت بولد كنت بنام دي بصحى بلاقي العيل نايم جنبي. بجد يما ده الدنيا عندك كانت سهله قوي. ازاي يعني تصحي تلاقيه جنبك؟ ده الواحد بيطلع روحه لما يجيب العيل. والله يا اختي ولا كنت بروح لدكتور ولا مش دكتور ولا كنت بحتاج حتى الداي. ما الداي كانت بفلوس برضه. كنت اعمل او مسخن لي حبه ميه سخنه واقعد اولد. يجبروتك ياما تقعدي تولدي انت محسسه ان انت قاعده تخيطي حبه قماش. يا اختي كان اسهل من اي حاجه. انا زلطاكوا كلكوا دي. لا يم ما ولدت زمان غير ولدت دلوقتي، وكمان الصحه زمان مش زي دلوقتي. كل دلوقتي بالادويه والدكاتره. يا اختي الادويه والدكاتره دي هي اللي جابتنا ورا والله، هي اللي بتهد الحيل ولا بتخليك تركزي في حاجه وتتعبي كمان جول باول. الادويه هي اللي بتخليني اتعب اول باول اني اهتم بنفسي واغذي ابني واغذي نفسي. لا يم فعلا لازم تروح لدكتور، والدكتور دي يديها كالسيوم ويديها كمان حاجات تثبت البيبي وكده يعني، وحاجات كمان عشان التشوهات والحاجات دي. انتوا زمان ما كنتوش تعرفوا الحاجات دي خالص، علشان دي طلعين فينا العبر. يا اختي كلكم زي العسل وكلكم ما شاء الله قمرات. ما تقولي لي يا عيال البت المهنيه دي غطسانه من الصبح، هي فين؟ ولا جت ولا سالت علينا ولا سالت على ناهد ولا قالت لها تفطروا ايه وصحي يوم. الوليه دي ما طلعتش من جوزها من امبارح. فيها ده احنا داخلين على الظهريه.
مش عارفه يا بيه، الوليه دي حاسها كدي يعني بتظبط لحاج، ربنا يستر. مفيش يما تلاقيها تعبانه ونايمه، سيبك في حال، سيبوا الوليه في حالها حرام عليك. بس يا نهد، يا نهد، ده انت الغلبانه يا نهد، وانت فاكره كل الناس طيبه وغلبانه زيك يا حبيبتي؟ والله يا ام هنيه بصراحه غلبانه وطيب، وهي اللي قعدت تاكلني في بوق قبل ما كلكم بصراحه تاخدوا بالكم اصلا. يا بنت ما انا تعبان، ما انت عارفه ان انا في دماغي الف مشكله وانا فاضيه، وبعدين هو انا كنت اعرف ان انت ما بتاكليش وما جيتش اكيد ليك؟ يعني انا ظلمتك وكبرتك وربيتك وكل دي مش بتحسب لي، ويتحسب بس بتاعت ام هنيه انها جت جابت لك حبه واكل؟ لا يم، انت ما تقارنيش باي حد، انا بقول لك ان هي كويسه، بس كويسه وحشه لنفسها مش لين. كبري بمايك مينها وما تقعديش معاها كتير. اسمعي من امك يا نهد، اسمعي من امك، مش كل الناس طيبه وغلبانه زيك يا حبيبتي. لا، ام نهد طيبه وغلبانه كمان واكتر مني كمان، ومحدش يتكلم عليها بالوحش قدامي بالله عليك عشان بتضايق. تتضايقي ليه يا اخت؟ اتضايقي على امك ولا على اختك لما بتقعد تتكلم عليهم بالسوء؟ لا هي ما تقدرش تتكلم عليكم بالسوء قدام، ما فيش الكلام ده يا ابدا. والنبي ام هنيه بتقول عليكم كل خير، انتوا بتسمعوش بتقول ايه من وراكم؟ عارفين يا اخت بتدعي علينا بالموت والخراب الدايم. لا يما والله بتحبكوا قوي قوي وبتحترمك كمان. برضه هجو السعيد، ما تحاوليش يا ناه، حرام عليك يام، تخربي درها، حرام عليك. شفت بنتك كانت بتموت ازاي؟ حرام عليك يام. لا انا لازم اجيب الواد، وانا قلت لك 1000 مره ما تتدخليش في الموضوع دي. ماشي يام ماشي، انا خليكي في حالي عشان انا تعبان. الف سلام عليكي يا عمتي، انا لسه عارفه دلوقتي النوم. الله يسلمك يا هنيه، الله يخليكي لي يا حبيبتي يا رب. مش عارفه والله اقول لك الف مبروك ولا اقول لك الف سلام، والله محتار يا حبيبتي. كل اللي تقوليه من بوقك ده زي العاس. تعالي اقعدي جنبي هني. ايه يعني بتطرقيني يعني يا راهد؟ لا يا حبيبتي، انا اقصد تيجي تقعد جنبي الناحيه التاني هني على المكتب. خلاص ماشي، تعالي يا بنتي هنيه اقعدي هنا جنبينا. لا انا هقف هنا احسن عشان الشاي ما يدركش علي. وبعدين يا عمتي الف مبروك، وربنا يا رب يتربى في عزك. الله يخليكي يا هنيه يا رب، وافرح بيكي قريب ان شاء الله. الله يخليكي يا عمتي، الله يخليك. اما الفين علاء ومهند ما شفتهمش، يعني عايز اسلم عليهم، هتلاقوهم في الجوده التاني كانوا مبيتين فيها مع ابوه. خلاص ماشي، لما يطلع جديد هبقى اسلم عليهم. قولي لي يا بنتي يا هنيه، هي امك فين؟ امي في المطبخ. ليه مش شايفاها من الصبح يعني؟ وصحيتك دي ونزلت على المطبخ ولا جايت لنا حاجه؟ اصل هي يا سيتي بتعمل بصراحه التسويقه بتاعت هي وخالتي تحت، ومن امبارح هما شغالين فيها من الفجر. ايه يعني عادين وبيعملوا التسويقه مش قالوا لنا؟ هم عارفين ايه اللي عمتي نايت تعبان، فقالوا نخليكم انتوا يعني جنبيها وهم يعملوا التسويق، واحنا يعني متكسحين مش قادرين نساعدهم. لا والله يا سيدي مش القصد، يعني ايه القصد ان انتي زي ما بقولك انتي تعبانه، وكمان عمتي نهيت تعبان، في مفيش حد بيخدم عليكم غير ايه عمتي صفيه، وربنا يعينها والله، فهم مش عايزين يتعبوكي. ماشي ماشي يا بنتي يا بكاشة زي يومك، ماشي لما فوقلوه. يا ستي انت لسه هتفوقلنا؟ انت لسه هتفوقلنا؟ ده احنا فينا اللي مكفين. فيك ايه يا بي؟ ما تقول يا بنت، مخبيه ايه من جواك؟ ولا مخبيه ولا مش مخبيه، انا همشي احسن. ما تقعدي معانا شويه يا بنتي هنيه. ماشيه ليه؟ عايزين نهيصلك دي عشان التسويقه بتاعتك. لا ما خلاص ستي عملت الواجب يا بنت، هو انت هتاخدي يعني على كلام ستيك؟ بطلوده واسمعود، نكون في نفس الدار وفي تسويق بنت اخويا بتتعيمن واحنا ما نعرفش. وتعرفي ليه يا عميتي؟ يعني انت لما تعرفي هتزيدي ايه ولا هتنقصي ايه؟ ما تسيبي الطبق مستور يا عميتي، ولا انت عايزه تفتحيه؟ خلاص يا هني خليه مستور يا حبيبتي، خليه مستور. انا بقول كده برضه، بس ما حساكك دي انك عايزه تفتحيه. لا مش عاوز، اسكتي يا احسن. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ ايه يا سعاد، عامله ايه يا سعاد؟ وحشتيني. هي الزريبه كانت ناقصه بهايم عشان تيجي هي وامها كمان. بتقولي حاجه يا ستي؟ لا يا حبيبه ستي ما بقولش حاجه. ماشي، انا كنت فاكراكي بس بتقولي حاجه. لا يا اختي ما بقولش. وانت كمان قوي يا عميتي، ربنا يجاوبك لنا بالسلامه يا رب. الله يخليكي يا سعاد، انت طيبه ومحترم وانا بحبك جا والله. لا سعاد كويس وامورك دي وشاطر. لا سعاد بجد شاطر وانا بحبها قوي قوي، وشكلها كدي السناره هتغمس. سناره ايه يا عميتي؟ مفيش حاجه يا قلب عميتي. خدي سعاد
وروحي اقعدي كدي في حته. ماشي، هي صممت ان هي تيجي تسلم عليك وانا جبتها عشانك دي. ماشي، خديها بقى وروحي سلمي على الواد مهند، هو زمانه صحي دلوقتي. ماشي يا عميتي، عن اذنك يا عميتي. اذنك معاكي يا قلب عميتي. سنارة ايه يا بنتي يا ند اللي بتتكلمي عليها دي؟ انا عارفه بنتي عايزه تاخدها الواد مهند. برافو عليكي يا ام، صح والله، هو اللي في دماغي. عايزه تجيب لنا مصيبه من العيله دي تاني. ليه يا بنت عايز تعملي فينا دي وتعملي في حالك دي؟ حرام عليك. امك عندها حق والله يا ناهد. اللي هي يعني ما خلاص بنات الدنيا كلها خلصت، ما فيش غير ام هنيه او اختها. لا بصراحه انا بحب البنت اللي اسمها سعاد دي، وكمان هي غلبانه ومحترمه، وبصراحه جاب لها دي. انا عايزه اناسب البنت ماري، ما انت عارفه ان هي كانت صاحبتي ومعايا في المدرسه، كانت صحبه شو. ليه يمك دي؟ والله العظيم البنت محترمه خالص كمان. يا اختي انت حره، هو احنا نغصبك؟ المهم الواد هو اللي وافق. انا راجي بصراحه يا ناهد، لا الناس دي مش كويسه والله يا صفيه. لما تبقي تيجي تجوزي عيالك ما تبقيش تاخدي راجي. انت شايفه كده يعني يا ناهد؟ ماشي يا حبيبتي، انا غلطانه اللي بنصحك. لا يا اختي روحي انصحي روحي، انا اعرف انصح يا حبيبتي 10 مني. ماشي يا اختي ماشي. اختك عايزه مصلحتك يا بنتي، انا بتكلميها كده ليه؟ انا مش صغيره ياما وعارفه انا بعمل كويس. مالك يا اخوي قاعد متضايق ليه دي؟ سيبني في حالي يا علاء، سيبني في حال. انا مخنوق جو من الموضوع بتاع امك دي. بس هي ما عملتش حاجه غلط يعني. ايه يعني لما تخلف تاني يعني يجي عيل صغير يبقى اخويا ازاي يعني؟ وانا لو اتجوزت دلوقتي وخلفت يعني ازاي يعني الاتنين يخشوا مع بعضهم في المدرسه؟ ولو رايحه اتقدم لواحد اقول لها ايه؟ لا يا مهند، بس انت كده بتفكر في نفسك بس. فكر في امك، يعني هي كانت تعمل ايه يعني؟ ما الموضوع كان غصب عنها. على رأيك يا صغير، انت اللي هتقولها يعني. صباح الخير، ازيكم يا جماعه؟ صباح النور يا هنيه. ازيك يا ابن هنيه، عامله ايه؟ الحمد لله يا مهند، وكويسه يا علاء. اعرفكم سعاد بنت خالتي. يا اهلا يا اهلا، اتشرفت والله. الله يشرفك يا استاذ مهند. اسمي مهند. يا استاذ مهند. لا ما تقوليش استاذ دي خالص، قولي يا مهند على طول. يا استاذ مهند على طول. هي دي هتلاقيها مكسوفه بس شويه يا مهند، ما تاخدهاش كده على الحال. ما شاء الله، بس بنت خالتك دي شكلها مجدبه او محترم، وكمان حلوه وزي القمر. شكرا يا استاذ مهند، ده كله من ذوق. مش قلتلك ما تقوليش يا استاذ مهند دي؟ وبعدين يا هنيه انت كنت مخبيها فين دي؟ هخبيها فين يا اخوي؟ انت اللي نظرك ضعيف. البس نظارات بعدك دي، البس نظارات مادام هنشوف الحلاوه دي كليتها. ايه ده يا مهند؟ هو انت هتخطب ديت ولا ايه؟ شكلك دي يا واد يا علاء. ايه رايك في الموضوع؟ عن اذنك يا جماعه انا هستأذن. يا خراشي وكمان بتتكيس فيه. عن اذنك يا استاذ مهند، عن اذنك يا هنيه. روحي يا حبيبتي روحي. مش عيب يا واد يا مهند اكون واقفه والبت واقفه تفضل تعكس فيها دي؟ ما انا هعمل ايه؟ بصراحه حلوه قوي وعجبتني يعني نتكل على الله ونقول مبروك. الف مبروك كمان، انا موافق قوي. يقولي لومي يا اخوي، اهو ده يا اخويا اللي بيقول عليه الحب من اول نظره. ما بقتش فارقه بقى يا هنيه، ما احنا كده هنقعد هنيه، فخلاص اتجوز من هنيه بقى وخلاص. ليه؟ هو انت ما كنتش عايز تتجوز من هنيه ولا غصبك يعني ان انت هتقعد هنيه بس؟ ما انت حفيت عليا وانا قلت لك لا. يا شيخه اقعدي، ضم اللي كانت غصبانه عليك. اكده يعني يا مهند؟ ماشي، على الاقل انا هتجوز وانت كمان هنتجوز وخلاص احنا حبايب. طبعا يا هنيه انت زي اختي والله. بس بقول لك ايه بقى، بما انك اختي شوفي لي موضوع البت سعاد دي. ولا موضوع ولا حاجه، روح قول لامك ان هي عجبتك وخلاص. روح؟ ما اروحش ليه؟ لو رحت وقلت لامك ان هي عجبتك الموضوع هيخلص على دي وتتقدم لها وتتجوزها. بس بقول لك ايه، الحق بسرعه عشان في باش مهندس اسمه احمد متقدم لها. ايه دي بجد والله؟ لا ده انا الحق اخش اقول لامي دلوقتي حال. ما تستنى يا مهند، يمكن ما تعجبكش ولا حاجه يعني، اقعد معاك دي شويه وبعدين ابقى اشوف الموضوع. هو ينفع الكلام دي هنا في الصعيد؟ بصراحه لا ما ينفعش، بس انا ممكن اديها لك وتقعدوا شويه كده في السير يعني تتعرف عليه. ابنه دي اصلا طلعت تجري على طول، انا ما لحقتش حتى اعرف حتى عندها قد ايه. ما تخافش اصغر منك، هي في سنك دي بالظبط. حلو قوي. طب درست ولا ما بتدريس؟ واخده دبلومه يا اخويا ما شاء الله. دبلومه ما شاء الله؟ والدبلومه ما شاء الله دي فاكراها تعليم؟ ايوه يا اخوي، امال خدته من تحت الترابيزه ولا ايه؟ لا ده ما يعتبرش تعليم قاصر، المفروض
تبقى متعلمة تعليم عالي. امال دي تعليم واطي؟ تعليم العالي انها تخش الجامعة. يعني دي بيبقى عالي، ولو اصغر من الجامعة بيبقى واطي، صح؟ هو اسمه كده يا هني؟ يعني انا اللي خصصته ولا ايه؟ وبعدين مش ده موضوع، عرفيني عنها اكتر. يا اخويا هي اسمها سعاد وجدي ومعاها دبلوم. عايز تعرف ايه كمان؟ ومتقدم لها واحد اسمه الباشمهندس احمد، وبصراحة كانت مكتوبة قبل كده وثابت يعني. ايوه قولك دي. وثابت ليه بقى؟ والله قصدك اتثابت. لا والله بالله هي اللي سابته عشان كانت امه وحشه قوي معاها، وتاني حاجه كان عايز ياخدها البندر وبعيدها عن امها عايشه لوحديها، معهاش غير اختها الصغيره، وابوها ميت، فهي عايزه تجوزه من هنيه جنبيها، يعني ملهاش غيره. عندها حق بصراحه، عندها حق. دلوقتي يا اخويا عندها حق، ماشي. اديك دي قلت لك على كل حاجه، اي حاجه عايز بقى تستفسر عليها وبستفسر عليها مني. يا بنتي يا سعاد تعالي هني، مكسوفه من ايه؟ لا يا هني انا مش هقدر اعيش عشان امي مسكتني. حظك وحش، امها مسكتها خلاص بقى مش قدامك، انت تروح تقول لامها او تقول لامك تقول لامها. خلاص ماشي، انا هقول لها دلوقتي. طب شهلك دي عشان فرحتنا تكمل بايه؟ قصدك بالمولود الجديد؟ مولود الجديد وتسويقتي كمان هتخلص النهارده عقبال عن ايه التسويقه دي؟ اهل العريس بيجيبوا دقيق وحاجات للعروسه تعملها وترجعها لهم بقى مخبوز، ليه بقى؟ تاخدها بقى تفرجها على اهلها وعلى نسايبها وكدي. دي اسمها التسويقة عندنا. وين لما اجي اتجوز هعمل التسويقة دي؟ لا يا اخوي انت هتجيب بس، والعروسة هي اللي هتعمل. طب وانتي يا عروسة ما بتعمليش ليه؟ ما انا بتعلم مين، بس المهم دلوقتي خش قول لامك. خلاص ماشي. ياما انت فين؟ امك قاعدة في الأوضة جوه مع ستك وخالتك صفية، بس نصيحة يعني ما تقولهاش قدامهم عشان هم بصراحة الموضوع مشتدد عليهم. وانت عرفتي منين؟ وهم قلبوا عليها جوه والقاعة جوه مولعة. احسن لك ما تخش، نادي على امك وكلمها بره، وانا عليا نصيحة عن اذنك بقى عشان عايزة اروح اجهز حالي. ماشي يا هني، شكرا يا هني. ولا شكرا على واجب يا اخوي، عن اذنك. العروسة عجبتك ولا ايه يا مهان؟ بس يسكت. ياما